سؤال خبطني بعد الساعة 12 بالليل علشان أنا شخص مش بيخاف قوي من الايجينج، فهو ده السؤال اللي خبطني. ولما في سؤال بيخبطني قوي ببقى حاسة إن أنا مش لذيذة، أنا لازم أدور وراه. Good thing I'm a master degree student so I have my resources. السؤال أنا كتبته في النوتس علشان ما انساهوش. هل أنا نفسيتي وشخصيتي ممكن تتغير لما أكبر في السن اللي في دماغي ده مش الأدلتود ولا التلاتينات ولا لا الشيخوخة اللي هو يلا بقى على 65، يعني إن شاء الله ربنا يديني عمر. وهل أنا ممكن أوصل لمرحلة الرضا والسلام الداخلي ولا ممكن اوصل لمرحله الندم واليأس؟ هتكلم هنا على 4 بوينتس. اول بوينت هي نظريه اريكسون ايجو انتجريتي فيرسز الديسبير. هو قال ان عمر الانسان بيتقسم ل8 مراحل نفسيه اجتماعيه، واخر مرحله بتحصل لما الشخص يوصل تقريبا ل 65 سنه. لو الشخص بص لحياته وحس ان هو حقق حاجات مهمه وعاش حياه ليها قيمه، هو هنا بيشعر بالرضا والحكمه. ولو حس انه فشل، او بمعنى اصح لو ما عملش الحاجات اللي هو كان نفسه فيها، فبالتالي هو ما بقاش عنده وقت يصلحه، فبيحس بقى باليأس والندم. المرحله دي من الاخر عباره عن مراجعه الحياه. الفكره هنا ان الموضوع كله مش نجاح وفشل، الموضوع ليه علاقه بهل انا راضيه ولا لا. بوينت نمبر 2 هي اللايف ريفيو. كبار السن غالبا بيقضوا وقت كبير بيقعدوا يفكروا في حياتهم، ذكريات بقى، لحظات نجاح، لحظات فشل، لحظات امل. وده مش ضعف خالص، بالعكس. في علماء بيقولوا ان مراجعه الذكريات بتقلل من التوتر وبتخلي كمان الصحه النفسيه احسن. ثالث بوينت هي نظريات تانية بتفسر الموضوع ده. الاكتيفيتي ثيوري اللي هي نظريه النشاط، ودي بتقول ان كل ما بنفضل نشطاء في حياتنا وعندنا صحاب ولينا دور في المجتمع وعندنا هوبيز او هوايات، كل ما صحتنا النفسيه بتفضل قويه. لان العجز هنا مش بالسن، العجز ان انا اوقف ان انا اعيش حياتي. تاني نظريه هي الديس انجيجمنت ثيوري او نظريه الانسحاب. دي بتقول ان في ناس مع السن بتبتدي تنسحب من الاكتيفيتيز اللي بيعملوها ومش بتشارك ومش بتتفاعل. اوقات دي طبعا ممكن تكون بسبب التعب مثلا، المرض، واوقات كتير قوي بيحسوا ان خلاص انا دوري هنا خلص. ثالث نظريه هي الكونتينيوتي ثيوري، نظريه الاستمراريه. ودي بصراحه نظريتي المفضله، اللي هو الناس اللي بيكملوا حياتهم بنفس شغفهم القديم وعاداتهم وتقاليدهم القديمه، وان يبقى في صداقات معينه تكون لسه موجوده من زمان، يتكيفوا وبيتعايشوا احسن بكتير. يعني مثلا لو كنت بتحب ترسم، ما تبطلش علشان انت كبرت. لو في ريتشوال ما بينك وما بين صديقك العزيز، حاولوا ما تبطلوش ده. اخر بوينت هي العلاقات في السن الكبير. البارتنرشيب او الجواز والشراكه والصداقه في العمر ده بتبقى دايما اكتر مبنيه على الراحه والالفه والتفاهم، مش بس الشغف. والصداقات بتبقى مهمه جدا لانها بتقلل الوحده وبتخلي اليوم كده والحياه ليها طعم. واوقات الصديق بيكون اقرب لينا من العيله نفسها. في الاخر يعني اللي توصلت له ان الشيخوخه طلعت مش النهايه، دي مرحله الحكمه. I'm actually looking forward to it. انا عايشه بطريقه اللي هتخليني راضيه عن الحياه بتاعتي لما اكبر. هل انا بحافظ على علاقاتي؟ هل انا بخلق ذكريات ولا بس بسيب الوقت يعدي وخلاص؟ Thank you very much.